هعمل معاكم زي ما حضراتكم شايفين القرص الطريه الفلاحي بتاعه المخابز بطريقه سهله بسيطه وبطريقه سريعه زي ما انتم شايفين الجمال ده. هنعمله معاكم بطريقه سهله بسيطه ما شاء الله. القرص هشه اهي خالص، هشه وخفيفه جدا زي ما حضراتكم شايفين. هنعملها معاكم ان شاء الله بطريقه سهله بسيطه. اهم حاجه اللي مش مشترك في القناه يشترك وفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، عشان نروح نبدا مع بعض نعمل ازاي الخامات بتاعتها. هنعملها مع بعض بطريقه سهله وبسيطه ان شاء الله. الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من مطبخ نادي السليمان. النهارده ان شاء الله هنعمل مع حضراتكم طريقه عمل القرص الطريه الفلاحي بطريقه سهله وبسيطه ان شاء الله، بدون زبده وبدون سمنه وبدون اي حاجه، اقتصاديه خالص ان شاء الله تعجبكم باذن الله. تابعونا لنهايه الفيديو ان شاء الله يعجبكم. اول حاجه هنعمل مع بعض ان شاء الله نص كيلو دقيق. اول حاجه هنعملها هننزل بشويه ميه. الميه هتبقى حوالي من 200 ل 250 مللي. هنحط شويه بس كده 50 جرام سكر، يعني 4 أو 5 معالق. 5 معالق سكر اهو. 10 جرام خميره بتاعتي، كيس خميره. وهنزل نص معلقه كبيره او معلقه صغيره. هنزل بمعلقتين خل. خل يا جماعه بيفتح مسام العجين وبيبيض العجين، قلب القرص هيبقى ابيض ما يبقاش صفر كده. معلقتين خل، وان شاء الله هننعم بالزيت في الاخر باذن الله. اول حاجه هنقلب دول مع بعض كويس جدا اهو. هبدا انزل بالنص كيلو دقيق بتاعي اهو. وهبدا ان شاء الله اقلبها. اهم حاجه يا جماعه في نجاح القرص دي ان هي هتخمر مرتين. اول مره تخمر كويس جدا، والخميره الثانيه تخمر كويس جدا عشان تنجح معانا القرص. اهم حاجه الخميره. وهنبدا نحط الميه واحده واحده. الميه هتبقى حوالي من 200 ل 250 مللي ان شاء الله. هنبدا ننزل على الرخام عشان نملك العجين بتاعنا. زي ما حضراتكم شايفين كده العجينه اهي بدات تنعم. العجينه يا جماعه اهي، العجينه ناعمه خالص. اهم حاجه ان هي تبقى ناعمه. بعد كده هبدا احط عليها معلقتين زيت. عشان ننعم بهم العجينه. هو معلقتين ونص، يعني 25 مللي او 30 مللي. هبدا باذن الله. زي ما حضراتكم شايفين كده العجينه اهي. العجينه بقت ناعمه في نفس الوقت مسامات فتحت وبقت هشه اهي. هبدا ان انا اسيبها بس حوالي. اهم حاجه في نجاح القرص ان هي تخمر كويس يا جماعه اول مره، لان اول مره دي نجاح القرص بتاعتنا ان شاء الله. كده بس ان شاء الله حوالي من نص ساعه وثلاث ارباع ساعه تخمر. اهم حاجه يا جماعه من نجاح القرص الخميره الاولانيه المره الاول، يعني من نجاح القرص ان احنا نخمرها اول مره كويس جدا، وبعد كده ان شاء الله في المره الثانيه برضه تخمر كويس عشان تطلع هشه وطريه باذن الله، تطلع معانا ناجحه ان شاء الله. هنسيبها ونرجع لكم ان شاء الله بعد التخمير. حضراتكم بعد التخمير زي ما انتم حضراتكم شايفين كده العجينه خمرانه اهيت. اهم حاجه في نجاح القرص بتاعتنا يا جماعه انها تخمر زي ما انتم شايفين كده. هنبدا ان احنا نهبطها اهيت عشان نبدا نشتغل فيها. هنبدا ان احنا نقطعها. طبعا بعد ما قطعناها كده زي كده حوالي من 50 جرام او 60 جرام حسب ما انتوا عايزين تخلوا القرصه كبيره قرصه صغيره مفيش اي مشاكل. هنبدا ان احنا نكورها زي ما حضراتكم شايفين كده. نعملها كور زي كده اهي. بعد ما كورناها زي ما حضراتكم شايفين كده هنبدا ان احنا نفردها. هندهن بس رخامه زيت زي كده. ممكن نعملها بايدينا زي كده، ممكن نعملها بالشوكه. ممكن بس الشوكه عشان نسويها وتبقى كلها سوا واحد مسويه اهو. وهنبدا ان احنا نرص في الصينيه بتاعتنا زي ما حضراتكم شايفين كده. بنسيب مساحه ما بين القرصه والقرصه، بس بندهن بس زيت عشان ما تلزقش زي كده اهو. الشوكه طبعا بيخليها مسويه بس ما تبقاش حته تخينه وحته رقيقه زي ما حضراتكم شايفين اهو.
ونحطه في الصينيه اهو. دي القرص بتاعتنا اهي بعد احنا ما حطيناها ما شاء الله، يعني العجينه ممتازه وخمرانه. ودي المرحله الثانيه من الخمير. طبعا يا جماعه نجاح القرص بتاعتنا الخمير في المرحله الاولى كويس، والخمير في المرحله الثانيه. ان شاء الله زي ما حضراتكم شايفين كده القرص بتاعتنا اهي كده جميله باذن الله. هنسيبها في التخمير وان شاء الله نرجع لكم بعد التخمير عشان ندخلها الفرن باذن الله. ودلوقتي رجعنا لحضراتكم بعد التخمير كده ما شاء الله القرص خمرانه. هنبدا ندخلها الفرن على اعلى درجه حراره عندك حوالي من 250، هنخليها حوالي من 10 دقايق. هنشوفها مع بعض بعد التسويه ان شاء الله. طبعا حضراتكم بعد ما طلع بعد 10 دقايق من الفرن زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله. الشكل طبعا مش محتاج كلام. شايفين الارضيه بتاعتها عامله ازاي؟ الارضيه بتاعتنا اهي هشه خالص اهيت اسفنجيه. حضراتكم شايفين اهو هشه خالص، حاجه بسم الله ما شاء الله بطريقه سهله وبسيطه. اهم حاجه يا جماعه لنجاح القرص ديت لازم التخمير مرتين، اول مره اللي هي بتاعه العجين والخميره الثانيه اللي هي بتاعه التسويه. اذا خمرت مظبوط نجح معانا العجين ونجح معانا القرص وطلعت معانا بطريقه سهله وبسيطه. عملنا لكم القرص الاقتصاديه بدون بيض وبدون سمنه وبدون زبده وبدون اي حاجه، اقتصاديه جدا مش فيها اي تكلفه. ان شاء الله تعجبكم. برضه هنحاول ان احنا نفتح معاكم كده اهي. شايفين قلبها عامل ازاي من جوه يا جماعه؟ قرص هشه خالص اهي، ورغم ان هي سخنه لسه اهي هشه خالص وطريه. فحضراتكم شايفين اهيت. ان شاء الله لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش من اللايك والشير الجميل بتاعكم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.